هذا يخليني نحكي على الاقتصاد ووضعية الاقتصاد التونسي والمخاوف الحقيقية والمخاطر الحقيقية اللي يعانيها الاقتصاد التونسي. احنا نحكيه على أنه الاستثمار الداخلي والخارجي في تراجع كبير، وأنه الناس قاعدة تخرج من البلاد وتهز في فلوسها لأنها خايفة من سطوة السلطة هذه اللي تسأل منين هالثروة هذه. وشفنا برشا رجال أعمال اليوم موجودين في الحبوسات. نحكيه على البطالة، نسب قاعدة ترتفع يوميا. نحكيه على التوازنات الماليه تقريبا مختله، نحكيه على المديونيه، نحكيه على السياده الوطنيه وقت المديونيه قاعده تزيد كما قلت انت بنسب عاليه. يعني كيفاش تقراوا في اليرت الوضعيه الاقتصاديه بصفه عامه في تونس، وشنو ربما الافق في ضوء السياسات المتبعه خاصه في قانون الماليه، لانه يعني قانون الماليه في الاخر هو اللي يحط سياسات تقريبا لمده سنه بالنسبه للاقتصاد والماليه التونسيه. هو احنا نشوفوا انه الاقتصاد التونسي في انهيار، في تنازل منذ 2006 من 2006 بالطبيعه. وهو ما خلى انه اللي صار في قفصه في الحوض المنجمي هو اللي خلى اللي صار في 2010 واللي قاعد يصير الى حد اليوم. فالتنازل يبدا بنسق ضعيف اما ملحوظ، وبعد يولي انهيار سريع واللي قاعد نلاحظوا فيه تو على الاقتصاد الحقيقي. المنوال اللي بدات به الدوله وقت اللي صار الاستقلال هو انه دور الدوله في الاستثمار مهم برشا. نحكيو في الخمسينات في الستينات في السبعينات، خاصه في الستينات والسبعينات الدوله هي القاطره الاولى للاستثمار. الهدف نتاع الدوله انه تخرج المواطنين من الهشاشه، تقضي على الاكواخ، تقضي على الطب الغير الرسمي، تقضي على الجهل، وتستثمر في التعليم، وتستثمر حتى في السياحه، وتستثمر حتى في وقت اللي الدوله بدات تتراجع على دورها في الاستثمار العمومي، وهذه حاجه طبيعيه، ما خلاتش الحريه وما خلاتش المساواه للمواطنين في الولوج للاسواق. اختارت فلان وفلان وفلان بالتقرب مع السلطه اللي هو يلعب الدور هذا، وحافظت زاده على الدور مهم في الاقتصاد. فسهل نجم نقولوا سريع انك تخرج ناس من وضعيه فقر الى طبقه متوسطه، وهذه انجازات تحسب للدوله. انا تخلق طبقه متوسطه، اما باش تخرج الطبقه المتوسطه نحو الطبقه المترفهه ولا الارفع اكثر شويه مش كيف انك تخلق مساكن ولا تصنع مساكن عوضا على الاكواخ. هذه حاجه مهمه وايجابيه. اما الشخص اللي عنده سياره ولا نقل عمومي محترم، عنده مدخول محترم مش مدخول ادنى باش نجموا نجيبوا المستثمر الاجنبي يحل معامل في تونس الى اخره، هذا ما يمشيش بالمنوال نتاع الستينات. لازم مراجعه المنوال نتاع الستينات. هذا هو اللي لازمنا نحكيو فيه. هذا هو سبب المشاكل اللي موجوده في تونس. انا نحكي مع طالبه تقرا معنا نقري فيها، قالت لي المشكله الاساسيه في تونس هي الانتدابات اللي صارت بعد الثوره، الانتدابات المتسيسه، الانتدابات نتاع العباد اللي كانوا في الحبوسات الى اخره الى اخره. فقلت هي نشوفوا الاحصائيات نتاع الانتدابات هذه، هل هي حقيقه المشكله الاساسيه في الاقتصاد؟ ومره اخرى، هل انه اليوم في تونس عندنا موظفين اداره بما فيه الكفايه؟ الموظف في الاداره دوره هو خلق الثروه، مش هو مباشره نجم يخلقها مباشره يخدم في شركه عموميه، اما نجم يسهل على المواطنين انه يخلقوا الثروه. ومنين يجي الشيء هذا؟ هو ينجم يجي في نطاق نتاع سياسه فيها لا مركزيه، انه نعطيو للجهات ونعطيو للمحليات سلطه نوعا ما، جزء من السلطه باش يقرروا المصير نتاعهم. وقت انه لو ناقصين الموظفين ماناش زايدين الموظفين. وقت اللي نشوفوا الدول الاسكندنافيه على قداش عندها موظف في معناها عدد الموظفين، وقت نشوفوا وقت اللي الدوله تبدا ما فيهاش محوريه السلطه الاداريه، فيها لا مركزيه ولا محوريه السلطه الاداريه، عندنا نستحق موظفين اكثر. هذه هي النقاشات، مش قاعد نقول الكلام الكل انا لازم يكون صحيح 100%. هذه هي النقاشات اللي لازم نحكيو فيها باش نخرجوا من الوضعيه الاقتصاديه اللي احنا فيها. يعني انت ترى انه اصل الداء هو مشكله الاقتصاد الريعي، وانه الرخص هذه هي المشكله. هذه اعتباري انا الشخصي. الدوله قاعده ماشيه في الغاء بعض الرخص ذولي، اعلنت في حكومه المشيشي وفي حكومه المديوري على الغاء بعض في حكومه الشاهد وفي حكومه المشيشي وحكومه الفخفاق، في الحكومات الكل. واحنا تعاملنا زاده فما ناس من اللي كانوا في السلطه يكلمونا يقولوا بلي يعطينا كيسوس وثلاثه رخص لكن نجم نحيوهم من غير العباد يعملوا لنا مشاكل. ما تنجمش. الفوز الساهل ما يجيب لك حتى شيء. وقت اللي تجازف بحاجه صغيره
ما تجيبش حتى انجاز. يعني تعتبر التوجه غير جدي ديال غير رخص، توجه نتاع اتصال. رانا هنا قاعدين نحاولوا وما صار حتى شيء، ما فما حتى سوق محلوله. الحاجه الوحيده اللي اي مواطن ينجم يخدمها من غير لا حتى حد يقلقه هو البرباش نتاع البلاستيك، وهي معناها حاجه مؤطره بالقانون وتابعه لوتيكا. معناها هذه حاجه من وقت بن علي موجوده، كانوا 8000 تو راهم يمكن 16000. معناها انت كمواطن تونسي الخدمه الوحيده تنجم تخدمها من غير اللي يجوا يقولوا لك لا اعطيني ورقه لا اعطيني لا عاوني، امشي بربش البلاستيك وبرا بيعوا ب 10% نتاع السوم. وشكون الناس تخدم فيه؟ العباد اللي في وضعيه هشه وهشه جدا، والناس اللي في عمر متقدم ما عندهمش جرايات تقاعد. الوضعيه هذه وضعيه صعيبه، واللي احنا قاعدين نقولوا فيه هو انه النقاشات السياسيه لازم تتمحور على المواضيع هذه، ما لازمش تتمحور على الهويه نتاعنا اللي احنا نعرفوها، ما لازمش تتمحور على مشاكل الجانبيه، وما لازمش تتمحور على مشاكل نتاع كيفاش نركبوا ضد فلان وضد فلان. واحنا الاشكال الاساسي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه هو اخر واحد تكلم هو اللي عنده الحق. اخر واحد تكلم هو اللي عنده الحق. هذاك علاش يقول لك راه المشكله مش مني انا، المشكله من اللي سبقوني. التركه هي اللي خلتنا في الوضعيه هذه. قداش تقعد التركه؟ قداش تقعد؟ 50 سنه 30 سنه؟ قداش تقعد التركه باش واحد يولي هو مسؤول على الوضعيه اللي قاعد نعيشوا فيها؟ الحاجه القاسم المشترك للوضعيه الاقتصاديه الصعبه هو انه ما نحكيوش على المشاكل الاساسيه اللي تضر الضغوطات نتاع الكارتيلات اللي محتكره الاسواق، حتى حد ما يحكي عليها. والحاجه الثانيه انه قاعدين نعاونوا فرد منوال من 21 من 26 ل 26 من الشركات الاهليه نفس المنوال. واللي قاعد نقولوا فيه هنا اليوم هو يقولوا قاعدين نوقفوا السلطه، قاعدين يقولوا قاعدين هم يوقفوا في رجال اعمال محتكرين الاسواق الى اخره. هذا غير حاجه. قاعدين فما ابتزاز واضح. فما سي عبد الرحيم زويري شد في السجن، خرج حسب ما نعرف خلص حكايه 18 مليون دينار، 18 مليار من المليمتر باش خرج من الحبس. سي دغري شريك البنك نتاع اليو بي سي شد في السجن، قالوا له خلص 15 مليون دينار تخرج من السجن. معناها 15 مليار من المليمتر. سي عبد العزيز المخلوفي المصدر الرزيد اللي مازال في السجن كيف فما يجيوهم فاتورات خلص. هو هذا سؤالي هو الواضح. كان الناس هذو قاموا بمخالفة القانون بما فيه أنه يتحطوا في السجن، معناها جناية ولا جنحة خطيرة إلى آخره. شكون ينجم يخلص باش يخرج من السجن؟ شكون ينجم يخلص؟ أنا مثلا نمشي نسرق نتحاكم خاطرني سرقت، ونتحاكم على خاطرني اعتديت على المجتمع. أنا اعتديت على المجتمع، فقاعد نرجع حق اللي سرقته ونعطي ضرر اللي سرقته، وزادا لازم نخلص بعقوبة سجنية تكون سجنية على خاطرني اعتديت على سلامة المجتمع. الناس هذوما يا إما هما ضحايا نتاع ابتزاز مالي، معناه ابتزاز مالي، يا هما ضحايا نتاع ابتزاز مالي وما لازمهمش يشدوا السجن، يا اما هما عندهم جنايات وجنح اللي لازمنا احنا كمواطنين نعرفوهم شنو وقداش وكيفاش. خاطر احنا في منظمه اليرت جبدنا عليهم البنوك الكل وجبدنا على سي المخلوفي والكل. وش نقولوا المشكله هو اللي عملوه الكل قانوني وبالاحرى مقنن. الاقتصاد الرأي مش فساد، قانون بالقانون هو يحتكر سوق بالقانون. فوقت اللي انت تحطه في السجن دون وجه حق ولا ضحيه، وقت اللي مارون مبروك يتوقف في السجن، واحنا نقولوا راهو اللي عملوا الكل بالقانون، يتكتب القانون وبعد يعمل. المشكله في القانون، على خاطر احنا ما نحبوش نعوضوا مارون مبروك اخر، ما نحبوش نعوضوا طرابلسيه بطرابلسيه جدد. احنا نحبوا نحيوا العقليه الطرابلسيه، احنا نحبوا نحيوا العقليه الرايعيه وقت اللي نبدلوا القانون. هذاك علاش نقولوا اللي حب يبدل المنظومه يبدل القانون، اللي حب يسيطر على المنظومه يحط الناس في الحبس ويبتزهم. وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في تونس. هذه الوضعيه اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيها اليوم في تونس، على خاطر القوانين مش قاعده تتبدل. بعد ما تشد مارون مبروك البيات قالت انا راني مش نصرف على المسبح البلدي وباش نصرف على دار الثقافه وباش بالطبيعه بالطريقه هذه يتعامل. وما نجموش نوقفوا رجال الاعمال الكل هكا، نوقفوا زوز ثلاثه بارزين ونخليو زوز ثلاثه بارزين باش هكاكا عندهم العبره.
من غير نوصلوا نوقف، خاطر ما تنجمش توقف المواطنين الكل. توقف مواطن يتكلم بحريه وينتقد بحريه كمواطن مش كرعيه، باش المواطنين الاخرين يوليوا رعايا. كي توقف المواطنين خاطر يتكلموا وينتقدوا، يقولوا البلاد هذه مش باهيه خاطرها بلادي وانا ننتقدها ونحب نحسن فيها. كيما واحد يتبع في الجمعيه نتاعو تاع الكوره يقول الجمعيه مش ماشيه، ننتقدها، ننتقد الاداره نتاعها وننتقد المدرب نتاعها وننتقد الملاعبيه نتاعها، خاطر نحبها الجمعيه هذيك. طيب وقت اللي نعملوا شيء هذايا، الهدف نتاعنا انه ما نصرفوش انه نوقفوا الناس الكل، المواطنين يتشدوا في الحبس باش المواطنين الاخرين يوليوا رعايه، ورجال الاعمال نوقفوهم وهما اللي عملوه مقنن بالمفاهمات مع الدوله الاخرى، نوقفوهم من غير نبدلوا القانون باش نعوضوهم ولا باش نجيبوهم للطريق اللي احنا نحبوا نجيبوه.